اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا بقى تعالوا بينا نبدأ يوم جديد. وتعالوا بينا اول حاجة كده، انا خدت القهوة بتاعتي وخدت تمر ورحت على البلكونة. طبعا البلكونة زي ما انتم شايفين مكركبة شوية، بس مفيش مشكلة هنضفها دلوقتي. المهم انا مش متعودة اصلا ان انا افطر الصبح او يعني اشرب قهوة على الصبح كده، انا لسه صاحية. بس الصراحة كنت مش نايمة خالص، يعني نايمة يدوب حاجة بسيطة قوي، فكنت مش قادرة افتح عينيا. وعايزة اقول لكم ان انا يعني حاولت ان انا انام شوية برضو مش عارفة انام، فقلت لا خلاص هصحى وبعدين ايه هبقى انام الظهر شوية. وفي الغالب انا مش بعرف برضو انام الظهر. فالمهم بقى قلت ايه ابدأ كده اليوم معاكم، واتشجعت جدا ان انا اصور. يعني من اخر فيديوهين نزلتهم حسيت ان انتم مشجعيني قوي ان انا يعني اصور فيديو بسرعة كمان. التعليقات كلها ما تتأخريش علينا يا نرمين وكده، فان شاء الله ما تأخرش عليا التعليقات، والله هي اللي شجعتني جدا ان انا قلت لا خلاص بقى ايه ابدأ كده اصور اليوم النهاردة معاكم. فاول حاجه هعمل معاكم فطار، وانا يعني في الغالب مش بعمل معاكم الفطار كتير، فقلت لا فرصه حلوه بقى كده وانا الوقت بدري هعمل معاكم فطار. المهم سلقت بطاطس، انا بحط عليها رشه ملح ورشه كركم وبس وانا بسلقها. وعلى فكرة يعني هوريكم دلوقتي الطريقة بتاعتها، بعملها بطريقة حلوة قوي. عندي هنا الزبدة كانت مجمدة في الفريزر. أنا بملى العلبة دي أحطها في التلاجة علشان ما تبقاش مجمدة، علشان ناكل منها كده، يعني ناكل بقى مع المربى مع أي حاجة تبقى مش مجمدة. حطيت شوية كده في الطاسة، دول هسيحهم علشان هعملهم بالبطاطس يعني، او هحطهم على البطاطس. ومليت العلبة هحطها في التلاجة، والشوية اللي في الطبق دول هيبقوا نصهم للجبنة، هحطهم مع الجبنة ونصهم مع المربى. الزبدة علشان صوابع صغيرة كده، فهي بتساعدني يعني احلم بصراحة بالنسبة لي في الاكل، يعني احلم اللي هي بتبقى كبيرة وافضل اقطع، فدي حلوة بقى. احط صباعين 3 كده، يعني حطيت 2 بس على المربى فحلوة. عندي هنا دي مربى تين، كان جوزي خرج فقلت له بقى اشتري لي شويه حاجات معاك بدل ما انا اخرج، فوفر عليا بصراحه مشوار، جاب لي المربى دي وجاب لي قهوه وجبنه مثلثات. فنحضر بقى ايه باقي الفطار. بصوا دي قهوه ابو عوف اللي هي الساده، والجبنه دي بقى جبنه مثلثات اسمها آية. بصراحه يعني جربتها لقيت طعمها حلو قوي. امبارح بالليل كنت برا، فجيت ما عملتش اي حاجة وكنت برا لوحدي، كنت عند اختي وكان جوزي في البيت وولادي وكده، فجيت بقى ما نضفتش حاجة ولا عملت حاجة ولا نضفت المطبخ، فهنضفه دلوقتي مع بعض. يعني هننجز ان شاء الله النهاردة شوية حاجات كده حلوين مع بعض، بما اني امبارح ما اشتغلتش كتير في البيت. المهم بصوا بقى، انا البطاطس يا جماعة بروح جاية ايه يعني ما بصفيش المية بتاعتها، بسيبها كده لحد ما المية بتاعتها تتبخر شوية ويكون فيها مية، يعني مش المية تتبخر كلها، لا بحب يكون فيها مية علشان تبقى طرية. ما بحبش البطاطس تبقى ناشفة كده لما اجي اهرسها، لا احبها تكون طرية وفي نفس الوقت تكون دي بقى ميتها يعني. وكده بقى الطريقة دي بتخلي طعمها احلى. الطعم بيكون فيها بدل ما تسلقيها في مية والمية اللي هي تصفي ميتها، فالطعم بيروح في المية، لا جربيها كده احسن. ما تصفيش المية بتاعت البطاطس خالص. هنا بقى ايه الزبدة هي بس ايه يعني اغمقت مني شوية علشان كنت بصور، فايه ما خدتش بالي منها، اغمقت سنة بس كويسة يعني طعمها برضو حلو. المهم حطيتها على البطاطس من فوق، بتخلي طعم البطاطس طبعا في حتة تانية خالص. وادي العيش الاسمر اللي طبعا ما بقيناش ناكل الابيض ده خالص، فده العيش الحبة الكاملة شارينه على فكرة. انا ما كنتش خابزة والعيش خلص، بس في بقى فرنة جنبنا بقت تعمل العيش اللي هو الحبة الكاملة ده، فبقيت بصراحة ايه لما يكون مفيش اشتري منها على طول، لكن انا برضو لسه بخبز. بس بقى هي بتعمل العيش ده الصبح بس، يعني مثلا لحد الظهر كده، يعني لو حبينا نجيب اخر النهار ما نلاقيش، فيا اما نلحق الصبح يا اما ما نجيبش. وبرضو احنا في البيت بنعمل العيش اللي هو الحبة الكاملة ده، بنزود الردة فيه.
فبنحط يعني مثلا المعيارين دقيق عليهم معيار ردة. فهو اللي بره لا بيبقى معمول بدقيق بس، دقيق الحبة الكاملة بس صراحة معمول كويس، اللي هو الدقيق الأصلي يعني. انت بتعرفيه يعني، اللي هيتعود ياكل عيش حبة كاملة لما يجي ياكل بقى العيش لو هو مغشوش هيعرف ان ده مغشوش ولا لا. بيبان لما بتيجي تاكليه كده بتلاقيه بيتقطع معاكي على طول. مش لكن العيش لو هو مش كويس هتلاقيه او مغشوش يعني او كده، هتلاقيه بيشد معاكي، مش هتلاقيه يعني زي الابيض. تلاقيه بيتندغ كده معاكي. لكن ده العيش الحبة الكاملة اول ما تيجي تاكليه تلاقيه على طول يعني بيتفتفت في البق على طول كده. تعالوا بقى نغسل المواعين مع بعض. وعايزة اقول لكم سر في الفيديو ده. هقول لكم على حاجة عملتها كده وانا بغسل المواعين، ايه يعني ريحتني شوية بما ان رجلي كانت بتوجعني قوي قوي وما كنتش قادرة اقف. بصوا انا رحت جايه غاسله معاكم كام كوبايه كده، وبعدين رحت جايه حاطه صينيه في الارض كبيره وحطيت عليها المواعين وبدات بقى اغسل. كل ما اغسل شويه اقوم اشطفهم على الحوض واركنهم كده. حطيت معايا بقى على الصينيه الصابون والليفه وكل حاجه وبدات اغسل. بصراحه حسيت ان انا مرتاحه قوي وحسيت ان انا مبسوطه ان انا يعني ايه غسلت المواعين من غير ما رجلي توجعني، فالحمد لله. فحسيت ان انا محتاجه اعمل الموضوع ده في حاجات كتير قوي، لا محتاجة بجد اريح رجلي. الناس اللي كانت بتقولي نعمل ايه احنا تعبانين وكده وفي ناس بيقولولي عندهم روماتويد وكده وبيسألوني، والله يعني ده يعني الشفاء بأمر ربنا. فبنحاول ان احنا نعمل يعني نشوف اي طريقة لو تريحنا 1% بس، فبنحاول مع بعض. فانا دي من الحاجات اللي عملتها النهارده ريحتني شويه. بدات ان انا ايه يعني غسلت كل المواعين وانا قاعده في الارض، وبقالي كده يومين بعمل يعني انا بسجل لكم تاني يوم. النهارده برضو عملت نفس النظام، برضو حطيت المواعين برضو على الصينيه. لقيت الموضوع بصراحه مريح يعني، خاصه لما يكون الحوض مليان، لما يبقى فيه مواعين كتير. اما بقى لو طبقين 3 كده في الحوض خلاص هتعمليهم وانت واقفه يعني، مش مستاهلين يعني هتقعدي في الارض علشانهم. غسلت بقى الحوض بالمنظف اللي انا البودرة اللي انا كنت وريتها لكم الفيديو اللي فات، كان اسمها فيما. لمعت كده بيها الحوض الاستانلس. لسه برضو ما جربتهاش على البوتاجاز، لما اجربها يعني ان شاء الله اجربها معاكم، بس يا رب ما تبوظليش الاستانلس بتاع البوتاجاز. يلا بقى قومي تنشطي، لو وراكي اي حاجة قومي اعمليها وانتي بتسمعي الفيديو يعني، ما تضيعيش وقتك. انا الفيديو ده هينزل لكم الصبح التوقيت ده علشان اللي هو ايه وانتي بتشتغلي في البيت تشغليه جنبك كده. الفيديو اللي فات انا كنت بكلمكم فيه وانا قاعدة يعني، اللي هو مش بعمل لكم روتين، مش بنظف او كده. فلما تشوفوا فيديو ليا انا قاعده بتكلم وبس، اعرفوا ان في حاجه مهمه هتتقال النهارده في الفيديو. اعرفوا ان في حاجه مفيده جدا يعني هو مش مجرد ان فيديو هيحفزك وخلاص على تنظيف البيت، لا اعرفي ان في معلومه انا عايزه اقولها. هنروح بقى نستريح شوية وبعدين نقوم تاني نشوف ورانا ايه، لان ايه يعني بصوا بقى هنا غرفة الأطفال. بعد ما استريحت شوية بقى أنا قمت إيه رحت جاية مروقاها غرفة ولادي ومنضفاها كده، والحاجات اللي على الترابيزة هناك دي ملكوش دعوة بيها علشان هم ولادي اللي كنت حاكمة عليهم ان هم يطبقوا، كانوا رامين لبس بقى وحاجات كده. فقلت لهم انتوا اللي هتنضفوا كل حاجة انا عملت السراير بس، وهم بقى قاموا روقوا كده. فقالوا لي هنحط الحاجة على الترابيزة لحد ما هيظبطوا يعني حاجات وكده. فقلت لهم مفيش مشكلة، اللي هو ايه يعني اي حاجة احسن ما تبقى الحاجة متبهدلة ومرمية كده في الارض. فظبطوا الدنيا وحطوا لي الحاجة على الترابيزة. قلت لهم بقى ايه خلاص سيبوا بقى وانا همسح واكمل الباقي. عايزة اقول لكم اوعوا تستهونوا بولادكم ان هم تقولوا عليهم ما بيعرفوش مثلا يعملوا حاجة في البيت، ولا لان انا كنت فاكرة كده يعني. انا واحدة زيكم انا كنت مفكرة ان ولادي لا مش عارفين يعني. لما يقولوا لي لا مش عارفين كنت بصدقهم بجد. بس في مرة كده تعبت ويعني ايه وخليتهم يعملوا معايا لقيتهم ما شاء الله بيعرفوا يعني. قلت ايه ده، طب وانا ليه كنت تعبة نفسي؟ لا ده انا يعني محتاجين بقى يتشد عليهم شوية. فاوعي تستهوني بولادك
علمك، لان الولاد بقوا يستسهلوا ايه ويقولوا لك ما بنعرفش، احنا ما نعرفش. فلا زمان لما كنت اقول لماما على حاجة انا ما بعرفش اعمل دي، تقول لي تعلمي، تعالي وانا اعلمك. تمام. فهم بجد الولاد محتاجين ان احنا نشد عليهم شوية، لان احنا بجد يعني صحتنا كده خلاص هتضيع لو احنا ما عملناش كده. فحاول ان انتي لا ولادك ما تسمعيش ليهم لما حد يقولك ما بنعرفش، قولي له لا تعالى هعلمك وعرفيه، ولد او بنت يعني مش فرق خالص. إيه طول ما الولد لسه صغير لسه ما كبرش وبيروح شغل او لسه ما بيشتغلش او كده، هو ممكن في حاجات يقدر ان هو يعملها، مش لازم يعني ان هو مثلا يعني يدخل يطبخ او كده، لا. ممكن يرتب سريره، ممكن يرتب كتبه، يطبق لبسه عادي جدا. انتي تفرزي الغسيل وكل واحد يطبق لبسه ويدخله في دولابه. ممكن يناولك حاجة، تخليه يروح يجيب لك حاجة. قبل كده انا كنت مثلا بستسهل، انا لسه عمال ما هقول له يروح يجيب لي الحاجه اكون انا جبتها، خاصه لو انا عايزه الحاجه بسرعه مثلا يعني. ببص لقيت انا صحتي بتضيع، لا. قلت لا، انا يعني انا في مكاني كده اقول له روح هات لي كذا، روح هات. يعني حتى لو انا هبقى اسرع بس احاول معاهم انه لا يبقى في مشاركه بقى. فالموضوع بصراحه فرق معايا. بصوا بقى انا مسحت الغرفه، يعني خليتها بقى ايه احلى حاجة، ان يعني لما يكون عندك سراير كده فاضية من تحت ما تحطيش تحتها اي حاجة خالص، بتسهل عليكي قوي وانتي بتمسحي، تلاقي نفسك كده الأوضة بتخلص معاكي بسرعة. كان في سجادة في الغرفة، فأنا كنستها وشلتها في الأول علشان كنستها بالمكنسة كنسة حلوة، قلت بقى ايه هاخدها أغسلها لأن هي يعني محتاجة ان هي تتغسل. هنا بقى ايه البلكونة دخلت عليها على طول، برضو رحت جاية شايلة السجادة على طول، وقلت برضو هديها مسحة سريعة كده، تنفيضة برضو سريعة. انا احيانا بحب ان انا مثلا الكرسي ده، الكراسي دي ساعات بحب اعملها بالفرشة وساعات بحب انفضها، فيعني ايه ما تدققوش معايا. يعني مثلا ممكن تلاقولي فيديو قبل كده انا بعملها بالفرشة. فالموضوع ده بقى بيبقى ايه، بيبقى حسب المود كده بتاعي، تحسوا ان انا احيانا كده لا بستسهل واروح جاية منفضة وخلاص. احيانا لا، الفرشة بصراحة بتنظف يعني احسن وبتنظف اسرع كمان. بصوا يعني هو اللي بيبقى جاي على دماغي وقتها مش فارقة يعني. برضو عارفين القلل اللي ورا دي او البرانق زي ما بتقولوا عليها، انا بقول عليها قلل، مش عارف في ناس بتقول برانق. المهم ايه برضو البرانق دي مثلا انا النهارده همسحها، احيانا كتير تلاقوني انفضها او اعملها بالفرشه. الفرشه بالنسبه لي بتبقى اسهل شويه، المسح يعني ايه هو سهل ومش صعب وكده، بس بحس انه هو ابطأ شويه. هنا برضو قلت ايه اسقي الزرع بالمرة، بما اني همسح وكده فهسقي الزرع لانه احيانا بينقط مية تحت، فتبقى بقى مع مسح البلكونة على طول. احلى حاجة في البلكونة لما تكون سيراميك وما يكونش فيها اي حاجة ولا نجيلة ولا كده. ولا انتوا رأيكوا ايه؟ احيانا كده بحس ان انا عايزة احط نجيلة في البلكونة افرشها نجيلة، بس تاني برجع كده اقول لا، بس مش هتبقى سهلة في ان انا امسحها. فقولولي كده انتوا رأيكوا ايه يعني، تجربتكوا كده مع النجيلة احكولي كده، لان حاسة ان انا لو حطيتها مش هبقى مرتاحة. هي كمنظر عارفة ان هي شكلها تبقى واو، لكن كراحة في ان انا يعني كل شوية بقى محتاجة تتنضف واجي امسح البلكونة ده يبقى حوار. فانا مش عارفة، فالناس بقى اللي جربت تقولي تجربتها. بصوا الجو ده عايز البلكونة على طول تكون نظيفة، الجو ده بالذات لان الهوا بالليل بيبقى جميل قوي. فالبلكونة اللي عنده بلكونة لازم يهتم بيها قوي الايام دي. المهم بقى ايه خلاص اهو مسحتها. وهفرشها تاني لان بصراحة بيبقى الجو بالليل فيها تحفة، بحب اخرج اقعد فيها. خلصتها، حمزة بقى بيحب ايه يظبط لي القعدة فيها، يعني هو اللي مخرج لي الشجرة اللي هناك دي، شايفين الشجرة دي هي شجرة زينة اصلا. خرجها من الشقة جوه. قولوا لي بقى ايه رأيكم، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.